بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. بستأذن حضراتكم تساندونا وتدعمونا، تشتركوا في القناة الجديدة اللي انا عملتها عبر الفيس باسم الناقد الرياضي علاء حمام. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. النادي الاهلي بيقول لك طلبات مصطفى محمد طبيعية ما فيهاش مغالاة. بيقول لك النادي الاهلي ان لاعب هيرجع من اوروبا يلعب في الدوري المصري. بالنسبه للطلبات اللي طلبها مصطفى محمد ما فيهاش مغالاه. طب مصطفى محمد طالب كام؟ طالب $1,000,000 في الموسم ويقبض بالدولار، وطالب عقد اعلانات. $1,000,000 في الموسم يعني حوالي 50 مليون جنيه. زيزو بياخد 60 موسم اول، 62 من موسم تاني، 64 موسم تالت، 66 موسم رابع. وفي شركة اعلانات عملاقة اعلنت ان هي تعاقدت مع زيزو بعقد اعلانات 15 مليون في الموسم او 15 مليون في السنة. فالاهلي شايف ان طلبات مصطفى محمد طبيعية، لكن هي الازمة في نانت الفرنسي، ان حتى الان الاهلي لم يتوصل لاتفاق مع نانت الفرنسي. مسؤول في النادي الاهلي فجر قنبلة القنبلة، وهنضرب نار لانه قال كلام ضرب نار. ضربنا نار ليه؟ لان معانا خبر ضرب نار. مسؤول كبير في النادي الاهلي قال لك مسؤول عربي كبير هيهدي الاهلي صفقة قوية تشارك مع الفريق في مونديال الاندية. صفقة قوية جبارة تشارك مع الفريق في مونديال الاندية. وانا في السعودية اتردد اسم موسى ديابي، لاعب الفرنسي لاعب اتحاد جدة، انه هيلعب مع الاهلي مونديال الاندية. موسى ديابي بيلعب ولاعب جامد جدا، تقدروا تشوفوا اهدافه وتشوفوا قدراته، لعيب جامد جامد. تردد انه هيلعب مع الاهلي في مونديال الانديه. بعد كده تردد ساديو ماني لاعب النصر انه هيلعب مع الاهلي في مونديال الانديه. بس بعد كلام مسؤول النادي الاهلي بقى فعلا في لعيب جبار وجامد هيلعب مع الاهلي هديه في مونديال الانديه. ممكن كريم بنزيما، ممكن كريم بنزيما، ممكن كريم بنزيما، ممكن. بس طبعا هو في الغالب هيكون من الدوري السعودي، لان انا سمعت اسم موسى ديابي. انا حتى ساعتها قلت ده يا ريت، ده لعيب جامد جدا، الاهلي هيشتريه، بس عارف ان سعره غالي. لكن بعد مسؤول النادي الاهلي ما قال الكلام ده ووضح، يبقى ده جاي هديه لمونديال الانديه. ممكن موسى ديابي، ممكن ساديو ماني، ممكن كريم بنزيما، بس هيكون لعيب جبار، هيكون لعيب جبار. الكلام اللي احنا قلناه واللي قاله نمبر 1 نجم الكوكب، ان الكابتن محمود الخطيب عمل اجتماعات مهمه جدا في الايام الماضيه. كل الفضائيات وكل الناس اتكلمت بعد ما احنا قلنا بيومين. انا قلت لحضراتكم الكابتن محمود الخطيب عمل اجتماعات باداره السكاوتنج، لجنه التخطيط، مناقشه الصفقات، مناقشه المدرب اللي هيجي بعد كولر لقياده الاهلي في مونديال الانديه. واتكلمنا ساعتها في الصفقات، وقلت لحضراتكم الاهلي عايز في خط الدفاع الظهير الايسر مركز 10 مهاجم. بالفعل كله ذكر وقال ان الكابتن محمود الخطيب ناقش اللعيبه المعروضه، ناقش اخر مراحل التفاوض، ناقش حاجات كتير جدا، ناقش السيره الذاتيه للمدربين، طلباتهم، دنيتهم، حياتهم، كل حاجه زي ما انفرضنا. بعدينا بيومين الناس كلها قررت. الراجل اللي اسمه روزا، ماركو روزا، وده راجل الماني، واحنا كنا اتكلمنا عنه وقلنا النادي الاهلي بيفاوضه. الراجل بنفسه اتكلم مع الصحافه الالمانيه، والراجل قال ان بالفعل في اتصالات بين النادي الاهلي وبين وكيله، وانه متحمس لخوض تجربه تدريبيه جديده في افريقيا. ان الراجل متحمس، لكن قال طبعا الامور كلها مع وكيله. طبعا ماركو روزا راجل مدرب كبير، فاز بالدوري والكاس في النمسا مع ستراسبورج،
لايزبيج الالماني، خد معاه الكاس وخد معاه السوبر الالماني. درب انديه كبيره في المانيا، مدرب ليه اسمه في العالم، مدرب ليه اسمه في العالم. صحافه جنوب افريقيا تحذر صن داونز من الرباع الجبار في النادي الاهلي. بتحذرهم من امام عاشور هداف الفريق، وبتقول لهم امام عاشور هو هداف دوري ابطال افريقيا ولاعيب قوي وعنده حلول. بتحذرهم من اشرف بن شرقي انه لعيب جيد ولعيب قوي وصفقه قويه للاهلي في الشتاء. بتحذرهم من وسام ابو علي مهاجم الفريق، وبرضه بتحذرهم من ربيعه. والصحافه في جنوب افريقيا بتقول ان ربيعه يتميز بضربات الراس، وانه لعيب سجل اهداف كتير حاسمه وقويه بضربات الراس. فبتحذر لعيبه سان داونز وفريق سان داونز من الرباعي ده. النادي الاهلي قاد تدريباته في جنوب افريقيا بعد ما وصل، بعد رحله طيران 10 ساعات، رحله شاقه. اللعيبه ريحت، وبعد كده مستر كولر عمل تدريب خفيف وعمل محاضره للعيبه. اتكلم طبعا عن امور فنيه تخص اللقاء. كابتن محمد شوقي نائب المدير الرياضي في النادي الاهلي برضه عمل جلسه مع اللعيبه. اتكلم مع اللعيبه ان الفريق عن بعد خطوه من الوصول للنهائي. طالب اللعيبه بالتركيز وبذل اقصى جهد جوه الملعب، وان يكون في روح عاليه، يكون في روح عاليه جوه الملعب. طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كولر هيدفع بكوكا في مركز ظهير الايسر، وهيدفع بطاهر على حساب حسين الشحات. وسام ابو علي عنده الام بسيطه في الضمه، ممكن كولر يبتدي بجراد اشار، وجراد اشار مرشح بقوه انه يقود هجوم النادي الاهلي. حاله غضب في النادي الاهلي من كولر انه ساب علي معلول، والحقيقه ما اعرفش كولر معهوش اصلا لعيبه في مركز ظهير الايسر. بيسيب علي معلول ليه؟ مشهد غريب. مع كوكا ومصطفى العش مساك هيحاول يوظفه كظهير ايسر. طب يسيب علي معلول؟ مشهد صعب للغايه، مشهد صعب للغايه. ملف محمد عبد المنعم سالت، علمت انه لسه مفتوح، بس لسه الخلافات الماليه قائمه بين النادي الاهلي ونيس الفرنسي. وزي ما قلت لكم، نيس عايز $1,000,000 في 6 شهور، والاهلي عايز يدفع $700,000 في موسم اعاره، في موسم اعاره. هنرجع تاني لاخبار النادي الاهلي، بس عندنا الجابوني بونديزا. فاكرين بونديزا اللي كان الزمالك هيجيبه في الصيف، ومضى على ورقه اتفاق بينه وبين مسؤول الزمالك، وبعد كده اللعيب خلع وراح وقع في رابط بوخارست الروماني، والزمالك قال لك هشتكيه واخد منه تعويض $2,000,000. بونديزا رحل عن رابط بوخارست في يناير وراح لنادي في الصين. من ساعات قليلة جدا بونديزا اترمى من الدور ال11 في الصين، اترمى من الدور ال11. طبعا توفى، بقاء لله وربنا يرحمه برحمته. النادي الصيني مستنيه يجي التدريب، ما جاش. بيستفسروا عنه في البرج اللي ساكن فيه، فقالوا لهم ان هم لقوه بيطير من الدور ال11. طبعا نزل، السر الالهي طلع. الشرطه في الصين بتحقق. طبعا مشهد غريب، بقاء لله. اللاعب توفى، اللاعب توفى. الزمالك عامل اجتماع دلوقتي عشان يرد على زيزو ويرد على محاضر زيزو، وزيزو رقعهم كم محضر ان راجل مش مطمن على نفسه، ولا يأمن انه يذهب لنادي الزمالك، ولا يأمن انه يحضر التدريبات. ده جابوا صورته ودهسوها بالاقدام. فزيزو رقعهم كم محضر ان هو ما يأمنش انه يجي نادي الزمالك، وانه بيطالب مسؤول الزمالك بتعهد كتابي في الشرطه ان هم يحموه. الزمالك بيقول لك احنا بنحضر ملف قانوني للرد على زيزو، بس انا زي ما بقول لكم موضوع زيزو ده هينتهي في الفيفا. الزمالك لسه بيقول لك زيزو ليه 10 مليون، وانا بقول لك زيزو بيقول انا ليا 50. الموضوع ده هيتحل في الفيفا. جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي لازال في حسابات النادي الاهلي، لازال في حسابات النادي الاهلي. الصحافه التونسيه فاجئتنا وقالت لك ان الكاف هيبقشش والكاف هيروش الانديه اللي هتشارك في مونديال الانديه الافريقيه. والصحافه التونسيه بتقول لك
ان الكاف هيمنح الترجي وصن داونز والوداد والاهلي كل نادي من الانديه دي 2 مليون دولار شبرقه، شبرقني عشان هيشاركوا في مونديال الانديه. كده الاهلي هيدخل له 13 مليون دولار. كده الاهلي هيدخل له 13 مليون دولار من مشاركته في مونديال الانديه. 9 عشان هيشارك من الفيفا، 2 مليون دولار علشان شعبيته، و2 مليون دولار من الكاف. يعني 13 مليون دولار حصيلة الاهلي علشان هيشارك في مونديال الانديه. طبعا يعني حاجه زبادي الزبادي. الزمالك في الشكوى اللي قدمها للجنه تظلمات ضد الاهلي بيطالب بهبوط الاهلي للدرجه الرابعه. عايز يخلص من الاهلي بقى، الاهلي كل شويه يخطف منه اللعيب لك اخلص منه بقى، ينزل درجه رابعه وارتاح منه. كاتب في الشكوى بتاعته انه بيطالب بهبوط الاهلي للدرجه الرابعه. طبعا ما حدش بص للكلام ده ولا بص للشكوى دي، بس انا احد مسؤول اتحاد الكوره هو اللي اخبرني بالموضوع ده. فطبعا زي ما بقول لكم الزمالك عايز يخلص من الاهلي، الزمالك عايز يخلص من الاهلي. موضوع منشطات رمضان صبحي، منظمه او المكافحه الدوليه او الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات رفع قضيه في المحكمه الرياضيه ضد المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات وضد رمضان صبحي. ليه بقى؟ هي بتتهم المنظمه المصريه ان هي برأت رمضان، والمفروض رمضان يتعاقب. والوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات بتقول لك ان في تلاعب في عينه رمضان. طيب المحكمه الرياضيه حددت يوم 19 مايو وهتشوف الموضوع ده. انا تواصلت مع احد المحامين، العقوبه بتقول لك ايقاف رمضان 4 سنين، والوكاله الدوليه عايزه ايقاف رمضان 4 سنين. بس انا تواصلت مع احد المحامين فقال لي التهمه تلاعب في العينه، وقال لي ان اقصى عقوبه ممكن تبقى 6 شهور، وممكن اللعيب يتبرأ. وقال لي في الغالب اللعيب هيتبرأ. هننتظر يوم 19 مايو ايه اللي هيحصل. ممكن تتأجل. عمر الساعي عايز يرحل من النادي الاهلي وبيدور على عرض محلي. طبعا كولر مطلع الساعي خالص بره حساباته وسابه حتى لما سافر جنوب افريقيا. نادي الزمالك تقدم باحتجاج لرابطة الأندية بسبب جائزة أفضل هدف في الجولة الماضية لمسابقة الدوري الممتاز. في التصويت ناصر منسي حاصل على 56.6، وأحمد رضا حاصل على 36.9. يعني ناصر منسي هو الأعلى في التصويت، لكن رابطة الأندية منحت أفضل هدف لأحمد رضا. خلينا منطقيين، جمهور النادي الأهلي ما صوتش، لأن جمهور النادي الأهلي متضايق جدا من التعادل مع بيراميدز وكان عايز يغلب بيراميدز، ومتضايق من إدارة كولر للقاء، فما صوتش وما دخلش يصوت. فطبعا مشهد غريب لرابطة الأندية. الزمالك معترض وحقه يعترض لأن ناصر منسي أعلى في التصويت. الرابطة عاقبت إمام عاشور بغرامة 50,000 جنيه وإنذار علشان خاطر اشتبك مع كرونوسلاف، بس كرونوسلاف نزل الملعب تم إيقافه، وعقوبة 30,000 جنيه. بس النادي الأهلي استأنف ضد العقوبات دي. شيروا اللايف عشان خاطري، شيروا اللايف. اخواتي وحبايبي واصدقائي بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.